لم يكن هذا الفوز مجرد انتصاراً عابراً في كأس العالم، ولم تكن مجرد 3 نقاط تضاف إلى رصيد منتخب المغرب، بل كانت رسالة قوية وصلت إلى الجميع، رسالة جعلت الكثيرين يعيدون حساباتهم حول قوة هذا الجيل المغربي. بعد فوز منتخب المغرب على منتخب هايتي وتصدره مجموعته، بدأت حالة كبيرة من النقاش والتحليل حول المستوى الذي ظهر به أسود الأطلس، وحول التطور الكبير الذي وصل إليه المنتخب في السنوات الأخيرة. منتخب لم يعد يدخل البطولات الكبرى من أجل المشاركة فقط، بل أصبح يدخل وهو يحمل طموح المنافسة وكتابة التاريخ. الصدمة الأكبر كانت في أن المغرب لم يحقق الفوز بالحظ أو بلقطة فردية، بل ظهر كفريق متكامل يعرف ماذا يريد داخل الملعب: التنظيم، التركيز، الانضباط التكتيكي، والشخصية القوية، كلها عوامل جعلت المنتخب المغربي يبدو وكأنه فريق معتاد على أجواء كأس العالم. في الوقت الذي كانت فيه بعض التحليلات الإعلامية تنتظر أن يتراجع مستوى المغرب أو أن يتأثر بضغوط البطولة، جاء الرد داخل المستطيل الأخضر: منتخب يمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ولاعبين شباب لديهم الرغبة في إثبات أنفسهم، وكل عنصر داخل الفريق يعرف دوره بشكل واضح. القوة الحقيقية لهذا المنتخب ليست في لاعب واحد فقط، رغم امتلاكه أسماء كبيرة قادرة على صناعة الفارق، ولكن السر في الروح الجماعية التي أصبحت تميز الفريق. الدفاع أصبح أكثر صلابة، خط الوسط أصبح أكثر توازناً، والهجوم أصبح يمتلك حلولاً متنوعة بدل الاعتماد على طريقة واحدة. وهنا يظهر دور المدرب محمد وهبي، الذي استطاع أن يقدم منتخباً لديه شخصية واضحة. المدرب الذكي لا يعتمد فقط على اسماء اللاعبين، بل يعرف كيف يوظف إمكانياتهم وكيف يجعل كل لاعب يقدم أفضل ما لديه. محمد وهبي أثبت أنه لا يبحث عن الشكل فقط، بل يهتم بالتفاصيل: طريقة التحرك بدون كرة، الضغط على المنافس، اختيار التوقيت المناسب للهجوم، والحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم، كلها أمور تؤكد أن هناك عملاً كبيراً خلف الكواليس. الأمر اللافت أن منتخب المغرب أصبح قادراً على التعامل مع المباريات بطرق مختلفة. إذا احتاج إلى الاستحواذ فهو قادر، وإذا احتاج إلى اللعب بواقعية والاعتماد على الهجمات السريعة فهو قادر أيضاً، وهذه المرونة هي إحدى علامات المنتخبات الكبيرة. ولهذا بدأت ردود الفعل القوية بعد الفوز على هايتي، لأن المغرب لم يعد المنتخب الذي يبحث فقط عن مفاجأة في كأس العالم، بل أصبح منتخباً يخشاه المنافسون ويحترمون قدراته. الإعلام الجزائري مثل كثير من المتابعين في المنطقة وجد نفسه أمام منتخب مغربي يقدم مستويات تؤكد أن التطور الذي حدث في الكرة المغربية لم يكن مؤقتاً. الحديث لم يعد فقط عن إنجاز مونديال 2022، بل عن مشروع مستمر قادر على إنتاج أجيال تنافس في أعلى المستويات. منتخب المغرب اليوم يمتلك مزيجاً مهماً: خبرة النجوم، حماس الشباب، شخصية قوية، ومدرب يعرف كيف يدير المجموعة، وهذا المزيج هو ما يجعل أي فريق قادراً على الذهاب بعيداً في البطولات الكبرى. الفوز على هايتي كان خطوة جديدة، لكنه أيضاً كان إعلاناً بأن أسود الأطلس حضروا إلى كأس العالم بعقلية مختلفة تماماً. لم يعد السؤال هل يستطيع المغرب منافسة الكبار، بل أصبح السؤال إلى أي مدى يستطيع هذا المنتخب أن يذهب، لأن ما يقدمه المغرب حالياً يؤكد أن هذا الجيل لا يريد الاكتفاء بصناعة لحظة تاريخية واحدة، بل يريد كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. والأهم من كل ذلك أن منتخب المغرب أصبح يمتلك شيئاً لا يشترى بسهولة في كرة القدم، وهو الثقة التي تظهر عندما يدخل اللاعبون إلى أرض الملعب وهم يؤمنون بأنهم قادرون على الفوز أمام أي منافس. هذه العقلية لم تأتي من فراغ، بل جاءت بعد سنوات من العمل والتخطيط، وبعد تجارب كبيرة جعلت هذا الجيل يعرف كيف يتعامل مع ضغط المباريات الكبرى. فوز المغرب على هايتي لم يكن مجرد نتيجة، بل كان تأكيداً على أن الفريق أصبح يعرف كيف يدير المباريات. هناك فرق تفوز لأنها تمتلك لاعبين موهوبين، وهناك فرق تفوز لأنها تمتلك شخصية وهوية، ومنتخب المغرب أصبح قريباً من النوع الثاني. عندما تتابع أداء اللاعبين تلاحظ أن هناك تفاهماً كبيراً بينهم. اللاعب لا يتحرك بشكل عشوائي، والجميع يعرف أين يقف ومتى يضغط ومتى يتراجع. هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق بين منتخب عادي ومنتخب قادر على المنافسة في كأس العالم. وهنا يجب الحديث عن قوة القائمة المغربية، لأن الفريق لا يعتمد على مجموعة محدودة من اللاعبين فقط. هناك منافسة قوية داخل التشكيلة، وكل لاعب يعلم أن عليه تقديم أفضل مستوى حتى يحافظ على مكانه. في الخط الخلفي يمتلك المغرب لاعبين لديهم
القدرة على التعامل مع الضغط، سواء أمام فرق تعتمد على القوة البدنية أو فرق تعتمد على المهارة والسرعة. وفي وسط الملعب هناك توازن واضح بين قطع الكرات وبناء الهجمات، بينما يمنح الخط الأمامي الفريق حلولا كثيرة أمام دفاعات المنافسين. هذه القوة في التشكيلة جعلت المنتخب المغربي أكثر صعوبة في القراءة. المنافس لا يستطيع التركيز على لاعب واحد فقط، لأن الخطورة يمكن أن تأتي من أكثر من مكان، وهذا بالتحديد ما يجعل عمل محمد وهبي مهما للغاية. فالمدرب الناجح ليس من يملك أفضل اللاعبين فقط، بل من يعرف كيف يحول هؤلاء اللاعبين إلى فريق واحد، وهذا ما ظهر في طريقة تعامل المنتخب المغربي مع المباريات. محمد وهبي لا يعتمد فقط على الحماس، بل يعتمد على التنظيم. يعرف متى يطلب من لاعبيه التقدم، ومتى يطلب منهم الهدوء، ومتى يغلق المساحات أمام المنافس. هناك فرق تلعب بشكل جيد عندما تكون الأمور في صالحها، لكنها تنهار عندما تواجه صعوبات. أما المنتخب المغربي الحالي فيبدو أكثر نضجا وقدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات، وهذه النقطة تحديدا جعلت كثيرا من المحللين يعيدون تقييم قوة المنتخب المغربي، لأن الوصول إلى القمة لا يكون فقط بامتلاك المواهب، بل بامتلاك عقلية الفوز. والمنتخب المغربي خلال الفترة الأخيرة أثبت أنه يمتلك هذه العقلية. حتى خارج الملعب هناك حالة من الوحدة والتركيز داخل المجموعة. اللاعبون يدركون حجم المسؤولية، ويعرفون أن تمثيل منتخب المغرب في كأس العالم ليس مجرد مشاركة، بل فرصة لرفع سقف الطموحات. ومن هنا تأتي أهمية الجيل الحالي، لأنه لا يلعب فقط من أجل نفسه، بل يلعب من أجل تاريخ كامل لكرة القدم المغربية. النجاح الذي تحقق في السنوات الأخيرة أعطى اللاعبين إيمانا أكبر بأن المنتخبات العربية والإفريقية قادرة على الوصول إلى أبعد نقطة في البطولات العالمية عندما يتوفر التخطيط الصحيح. ولهذا السبب أصبحت مباريات المغرب تتابع باهتمام كبير، ليس فقط من الجماهير المغربية، بل من كل عشاق الكرة في المنطقة. الجميع يريد معرفة إلى أين يمكن أن يصل هذا الفريق، وهل يستطيع مواصلة كتابة التاريخ. لكن المؤكد أن منتخب المغرب أصبح يمتلك مقومات المنتخب الكبير. يمتلك لاعبين أصحاب جودة عالية، يمتلك جهازا فنيا يعرف ماذا يفعل، ويمتلك شخصية جعلته لا يخاف من مواجهة أي منافس. أما الرسالة التي وصلت بعد الفوز على هايتي فهي واضحة جدا. المغرب لم يعد يبحث فقط عن احترام الآخرين، بل أصبح يفرض هذا الاحترام داخل الملعب. كل مباراة يخوضها أسود الأطلس أصبحت فرصة جديدة لإثبات أن العمل الطويل يمكن أن يصنع منتخبا قادرا على منافسة أقوى المنتخبات في العالم. وفي النهاية تبقى كرة القدم مليئة بالمفاجآت، ولا يمكن لأحد أن يضمن ما سيحدث في المباريات القادمة. لكن الشيء المؤكد أن المنتخب المغربي دخل هذه البطولة وهو يحمل طموحا كبيرا، وبعقلية فريق يريد أن يترك بصمة لا تنسى. فهل يستطيع محمد وهبي ونجوم المغرب مواصلة المشوار والوصول إلى أبعد نقطة؟ وهل نشهد نسخة جديدة من الحكاية المغربية التي بدأت في مونديال قطر وتستمر الآن على أكبر مسرح كروي في العالم؟ الأيام القادمة وحدها ستجيب، لكن حتى الآن أسود الأطلس يرسلون رسالة قوية: المغرب حاضر والمنافسة بدأت. قادرة على مواجهة أكبر المنتخبات. ما يحدث داخل الملعب يجب أن يبقى عادلاً، والفيفا مطالبة دائماً بحماية نزاهة المنافسة. وفي النهاية يا أصدقاء، ادعوا معي: اللهم وفق المنتخب المغربي واحفظ لاعبيه من الظلم والإصابات، وارزقهم طريقاً مليئاً بالنجاح والتوفيق في كأس العالم. وبناء على ما شاهدناه، وبناء على التقارير الفنية والتحليل الدقيق لكل اللقطات، فإن لجنة الحكام في الفيفا تواصل دراسة كل التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة، لأن أي خطأ في مباريات كأس العالم قد يكون له تأثير كبير على مسيرة المنتخبات. والرسالة واضحة: لا يوجد منتخب فوق القانون، ولا يوجد حكم بعيد عن التقييم. كل قرار داخل الملعب يخضع للمراجعة،